بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في جراند هايتس النهارده هنلفت نظركم لحاجه سريعه جدا. احيانا لما بنسمد، طبعا من ضمن العناصر اللي احنا بنحطها للنبات عشان يتحرك معانا عنصر الحديد، ولكن في بعض الاحيان بيظهر معانا نقص لعنصر الحديد على الاوراق الحديثه. طب ازاي انا بدي حديد ارضي عن طريق الجذور ويظهر معايا نقص لعنصر الحديد؟ عنصر الحديد عنصر بطيء الحركة جدا 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 فوق ما تتخيل جوه النبات، بطيء الحركة جوه النبات، فلذلك أعراض النقص بتظهر على الأوراق الحديثة. لذلك حتى فينا إحنا كبشر، لو واحد عنده أنيميا والدكتور كتب له حديد، بيديله الحديد عن طريق الوريد، يعني لازم يديله الحديد عن طريق الوريد، ما بيديهوش الحديد عن طريق كبسولات، لأن المعدة امتصاصها الحديد بيكون بطيء، مش هيسمع معاه بسرعه، فمش هيحل مشكله الانيميا عنده بسرعه. مش كده برضو؟ نبات نفس القصه، عنصر الحديد في الكائن الحي سواء انسان او نبات بيبقى العنصر ده بطيء الحركه جدا جدا جدا، فلذلك اعراض نقصه بتظهر في الاوراق الحديثه. فلو ظهرت عندي اعراض النقص بالطريقه دي بضطر ان انا اتدخل بالرش الورقي. يبقى في الحاله دي بدي الحديد عن طريق الرش الورقي في صورة مخلبية، بيبقى الحديد امتصاصه أسرع. الجزئية دي لازم نخلي بالنا دايما منها، إن الحديد أعراض نقصه بتظهر على الأوراق الحديثة، والحديد عنصر مهم جدا في الكائن الحي سواء إنسان أو نبات أو حيوان.